الروم كوم افلام مش لازم تكون بتحبها، ساعات بتبان ملزقه وساعات بتديك جرعه تفاؤل، بس لازم تبقى متاكد انها افلام ذات جماهيريه كبيره، وافلام بتخليك خارج منها مقبل على الحياه بشكل عام ومقبل على الارتباط بشكل خاص. افلام الروم كوم ارتبط تطورها ارتباط وثيق بالتغيير الثقافي اللي بيحصل في الولايات المتحده، واللي اتحددت مسيرتها بناء على تعريف الرومانسيه في كل جيل. بس السؤال هنا، ازاي ممكن تغيير اقتصادي وثقافي في مجتمع يغير في نوع من الافلام، ياثر على شكل الفيلم ورسائله وافكاره؟ cannot accept this very generous award. مين على ابوه؟ انا غلط. بتقولي بتحكي حكايه، انا بحكيها لك مصوره تتسلم للبال. I am the danger. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. صديقي الزبد، ازيك؟ عمرك شفت فيلم ما فيهوش قصه حب؟ حتى لو فيلم اصلا مش رومانسي. اصل قصص الحب والكوميديا عناصر لا يمكن يخلو منها اي فيلم. افلام الاكشن لازم يبقى فيها قصه حب عشان تطري الاحداث كده، وافلام الدراما اساسي يبقى فيها قصه حب، وافلام الرومانسيه اكيد لازم يبقى فيها قصه حب. ما اكيد نفس الكلام بالنسبه لعنصر الكوميديا، مش ضروري تلاقيه في كل الافلام، بس وجود الكوميديا بقى ضروري في فتره الناس بتتفرج فيها على الافلام عشان تفضي دماغها. الروم كوم بقى هو نوع من الافلام هدفه الاوحد والوحيد الجمع بين الرومانسيه والكوميديا، متخصص في النوعين دول بس. افلام الروم كوم بتركز في السيناريو بتاعها على تطور علاقه الحب بين ابطال الفيلم في اطار كوميدي لذيذ، واللي بينتج عنه في الاخر نهايات سعيده. ويستند السيناريو على مبدا ان السعي تجاه الحب دايما بينتج عنه علاقات ناجحه ونتائج سعيده. بيقول لك ان استمرار السعي يعني حتميه الوصول. تقعد تطارد البنت اللي انت بتحبها لحد ما في يوم اكيد هتحبك زي افلام الروم كوم، او هتديك على وشك وشكلك يبقى نص كوم. صعب نحدد اول فيلم روم كوم اتعمل في السينما، لانه لسه ما كانش جار او نوع افلام زي في وقتنا الحالي. كان الناس لسه بتجرب اصلا ايه هي السينما دي، وبعدين ظروف السينما ذات نفسها كانت محدوده، ما كانش فيه صوت في الافلام، والافلام كانت ابيض واسود. في الافلام زمان لما كانوا بيحبوا يقولوا كلام معين كانوا بيكتبوه كانه سلايد كده من الباوربوينت، يحطوه على الشاشه ويكتبوا عليها الكلام. بس نقدر نقول ان اول فيلمين يعني كانوا بيلمسوا كده في الروم كوم هم شيرلوك جونيور وجيرل شاي سنه 1924، وبعدهم سنه 1931 اتعمل فيلم سيتي لايت بتاع تشارلي تشابلن، واللي في تتر الفيلم قال لاول مره صراحه ان ده فيلم كوميدي رومانس، والكوميدي قبل الرومانس. اصل كيتون وشابلن كانوا تابعين لمدرسه كوميديا ديل ارت، وهي الكوميديا الارتجاليه، وهي اساسا مدرسه ايطاليه مرتبطه بالتمثيل المسرحي. الفتره دي في هوليوود في بدايات السينما الصامته سنه 1920 الكوميديا كانت معتمده في الاساس على الحركات الجسديه، مفيش كلام، لازم تضحك المشاهد بحركات جسمك وتفاعلات وشك، لازم الممثل يبالغ جدا عشان احساسه يوصل، لان مفيش صوت، الصوره هي المحرك الرئيسي للفيلم. زي محمد سعد اللي لو شلت الصوت من افلامه هتلاقيه بيتبع نفس الطريقه في التمثيل. وبالرغم ان افلام السينما الصامته كان فيها رومانسيه، الا انها كانت بتيجي في المرتبه الثانيه من حيث الاهميه بعد الكوميديا. عشان كده ممكن نقول ان الجار كان اسمه كوميدي رومانس مش رومانس كوميدي، لان الاهم كان المجهود البدني والجسدي اللي هيمثله الكوميديانات، بالذات ان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تشد الانتباه في فيلم صامت. في الفترة ما بين 1929 و 1939 تعرضت أمريكا والعالم لانهيار اقتصادي كبير جدا معروف بالجريت ديبريشن. ناس كتير خسرت شغلها وتأمينها الصحي، وناس كانت مهددة بخسارة بيوتها، وده أثر على أفلام الروم كوم في الفترة دي. الأفلام كانت دايما بيبقى فيها شخصية كانت معاها فلوس كتير بس فلست، أو كانت فقيرة جدا وفجأة اتغنت، وده بيتناسب جدا مع التغيرات الاقتصادية اللي عاشها الأمريكان في الفترة دي. والنوعية دي من الأفلام كان اسمها كوميديز أوف مانرز، والأفلام دي كانت بتقولك إن يا مواطن يا أمريكاني حتى لو الاوضاع ساءت واحوالك الماديه اتدهورت فما تقلقش، لان سعادتك الحقيقيه هتلاقيها في الطبقه الاجتماعيه الاقل، زي فيلم It Happened One Night. هي دي نوعيه الافلام اللي احنا محتاجينها دلوقتي حقيقي. وبالرغم من الانهيار الاقتصادي ده، الا ان ده ما اثرش على تردد الناس على السينمات. الفكره ان الحب الرومانسي اللي صدرته لنا امريكا عن طريق افلامها اتكون ثقافيا في بدايه القرن العشرين بسبب الحملات الدعائيه بنسبه كبيره اللي كانت بتتفاعل مع التغييرات اللي حصلت في منظومه الجواز، ودخول عنصر الرومانسيه ليها زي ما اتكلمنا في حلقه تاريخ الرومانسيه، وكمان تفاعلا مع دخول المرأة للحياة العملية. تأثر بالتغيير الثقافي اللي حصل في أمريكا بان جدا في أفلام الروم كوم، وظهر عنها سب جانر جديد اسمه سكرو بول كوميديز. السكرو بول هو روم كوم بتنشأ فيه قصة حب تقليدية جدا، ولكن الست بتكون فيها غالبة أكتر، هي بطلة الفيلم ومحركة الأحداث، وفي هذه العلاقة بيتم اختبار ذكورة الطرف الآخر من العلاقة ومدى تقبله لطبيعة الحياة الجديدة ودخول المرأة في حياة العمل. Here's the gorgeous, tantalizing Lady Eve. Now watch her go into action.
She has her eye on this handsome, wealthy, but terribly naive and inexperienced young man who hasn't seen a white woman for a year. قبل كده كل الافلام الرجاله فيها هي الابطال، هي محور الاحداث، هو اللي بنشوفه بيفكر ازاي هيوقع البنت دي وهيخليها تحب. مصطلح السكرو بول ده جاي من البيسبول، وكان مرتبط برميه رماها اللاعب كارل هابل نجم الفريق نيويورك جاينتس. الرميه كانت سريعه، الدوران بتاعها كان مخادع، وكانت بتتحرك بشكل عشوائي عشان تخدع الشخص اللي هيستقبلها. واسم سكرو بول ده شبهه بيه نوعيه الافلام دي من الروم كوم، عشان البطله فيه بتكون شويه سكرو بول كده، متلاعبه ومش سهله وسريعه جدا في ردود افعالها. اهم الافلام دي واللي كان حجر الاساس بالنسبه لافلام الروم كوم هو برضه فيلم It Happened One Night، اللي كان بيجمع ما بين الكوميديز اوف مانرز والسكرو بول كوميدي. It Happened One Night اخد اوسكار لبست اكتور، بست اكتريس، بست دايركتور، بست بيكتشر، وبست سكرين بلاي. الفيلم ده بقى المرجع الاساسي لكل الافلام من النوع بتاعه السكرو بول. كولومبيا بيكتشرز مش بس تخطت مشاكلها الماليه من بعد الجريت ديبريشن اللي حصل في امريكا بعد ما انتجت فيلم It Happened One Night، بل كمان مهدت الطريق لجوائز تانية فازت بيها افلام روم كوم مختلفه، زي My Man Godfrey، The Awful Truth، You Can't Take It With You، The Philadelphia Story، His Girl Friday، The Lady Eve. وبالمناسبه عشان ما نظلمش الستات في افلام السكرو بول، كان في ذكور بيقوموا بدور البطوله في افلام السكرو بول، كان بيبقى شخص معتمد على نفسه وحاسم وذكي زي جوني كيس في فيلم هوليداي. بالتوازي مع الانهيار الاقتصادي كان في عاملين مهمين ليهم اثر في مولد سب جانر جديد من الروم كوم، حدثين مهمين شكلوا قالب السينما بشكل عام والروم كوم بشكل خاص. اول حدث هو ظهور الصوت في الافلام على ايد فيلم ذا جاز سينجر سنه 1927. وتاني حاجه هو تطبيق هيز كود سنه 1930. ايه هيز كود ده؟ خلينا الاول في ظهور الصوت في السينما. لما ظهر الصوت في السينما ده خوف جدا التقنيين والممثلين اللي متعودين يمثلوا افلام صامت، كلهم كانوا مهددين بخساره اشغالهم لانهم مش عارفين يتاقلموا مع الوضع الجديد. وظهور الصوت مش بس هدد المهنه، بل كمان خلى السينما تختبر حاجات جديده، الفاظ جديده، عرض اكبر للافكار من خلال الحوارات والنقاشات في الافلام. ما بقاش الاعتماد الكلي على الحركات البدنيه، افلام كتير بدات تدخل النيوديتي او العريه في الافلام، وفي افلام تانية ظهرت الفتره دي كانت بتتعامل مثلا مع المجرمين معامله ايجابيه. الفترة دي من الافلام كان اسمها البري كود موفيز، اللي هي الافلام اللي كانت موجودة قبل هيز كود، وممكن نبقى نعمل حلقة منفصلة عن الافلام دي. ونتيجة الانفتاح اللي حصل في السينما بعد تقديم تقنية الصوت تم اصدار هيز كود. هيز كود ده بقى كان عبارة عن رقابة جت منعت حاجات كتير كانت متاحة في هوليوود، من ضمنها انواع مشاهد معينة زي المشاهد الجنسية ومشاهد العري، وحددت اللغة والالفاظ المستخدمة داخل الفيلم. وكانت الرقابة مدعومة من الكنيسة، وكانت الرقابة ليها السلطة انها تتدخل في سيناريو الفيلم وفي مشاهد الفيلم. اللي اوله حب اخره جواز، واللي اوله جريمه اخره عقاب. وده خلى سب جانر جديد يتولد من الروم كوم، وهو الكوميدي اوف ريمارج، يعني مش مارج لا ريمارج، يعني تتجوز مره ثانيه. النوع ده من الافلام كان ليه اطار ثابت للقصه، بتبدا باتنين متطلقين او منفصلين بس بيبداوا لسه يعطفوا ويلطفوا الجو. What's that? Divorce? ويبداوا يراجعوا قرارهم في الانفصال ويدوا بعض فرصه تانية، ويكتشفوا انهم لسه بيحبوا بعض، وينتهي الفيلم برجوعهم لبعض مره تانية. في مشهد زي ده مثلا من فيلم ذا اوفل تروث، البطل والبطله بايتين في بيت واحد، ولان الفتره دي كان بيتطبق فيها هيز كود كانوا دايما بيلجأوا للايحاءات عشان يوصلوا المعنى. فاول مره البطل بيخبط على البطله في اوضتها ويرجع الى غرفته خائبا من غير ما يوصل للي هو عايزه، ولكن من خلال الساعه قدر يفهمك في النهايه ان البطل وصل لهدفه. ايه علاقه كل ده بهيز كود بقى؟ مش فاهم. المؤلفين والمخرجين كانوا بيلجأوا للحبكه دي عشان لما يكون البطلين اصلا متجوزين من قبل كده يديهم المبرر ان هم يعطفوا ويلطفوا مع بعض في اطار اقل حراما عن انهم يبقوا اتنين ما كانوش يعرفوا بعض اصلا ويبداوا يعطفوا ويلطفوا. اللجوء لحبكه الكوميدي اوف ريمارج كان هدفها الاساسي هو ايجاد ثغرات للهروب من هيز كود، من خلالها يعرفوا يخلوا السكريبت كرانشي من بره وجوسي من جوه من غير ما يدخلوا في مشاكل مع الرقابه. النوع ده انتشر جدا ما بين سنه 1930 و1940 لان هيز كود بدا يتطبق بشراسه. ومن الافلام دي فيلم اسمه ذا اوفل تروث، مش ذا اجلي تروث، لا فيلم تاني. ولو خدتوا بالكم احنا قلنا الفيلم ده قبل كده تحت سب جانر تاني وهو السكرو بول. الفكره ان الروم كوم هو عباره عن مجموعه من السب جانرز الكتير ومعادلات الحب المختلفه اللي تضربهم في بعض في الاخر برضه هيطلع لك روم كوم. ممكن تلاقي كل فيلم فيهم فيه اصلا اكتر من سب جانر لوحده، زي مثلا فيلم هيز جيرل فرايداي يعتبر فيلم كوميدي اوف ريمارج وسكرو بول وكمان وومن كارير. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
سنة 1939 جت الحرب العالمية الثانية واللي أثرت بشكل كبير على السينما وعلى أفلام الروم كوم برضه، لأن الفترة دي صناعة السينما كلها كانت بتصب تركيزها على دعم الجيش الأمريكي، وكمان الحالة العامة كان صعب فيها إن الناس تخش السينما عشان تتفرج على أفلام روم كوم ترسم البهجة والابتسامة على وشوشهم، بسبب إن علاقات الحب في الوقت ده كان معظمها عبارة عن وداعات وناس بتودع أزواجها اللي رايحة تحارب في الجيش. في الوقت ده صناع الأفلام كان لازم يلاقوا موديل كده للفيلم الروم كوم إنه يجمع ما بين الرومانسية وفي نفس الوقت ما بين دعم الجيش الأمريكي. مفيش أفلام كتير قدرت تعمل الميكس ده إلا تقريبا 3 أفلام: Once Upon a Honeymoon, To Be or Not to Be, The Major and The Minor. فيلم Once Upon a Honeymoon بيتكلم عن بنت بتكتشف في أول جوازها إن جوزها نازي. I'm gonna be married, Mama. Well, he comes from a long line of wealthy Austrian people, Mama, and they're all dead. فبتهرب مع صحفي وفي رحلة البحث عن حقيقة جوزها بتقع في حب الصحفي ده، والفيلم ده تهاجم هجوم شديد ساعتها لأنه بيحاول يخلط ما بين التراجيديا والكوميديا في وقت الناس فيه كانت مشدودة جدا. تخيل يبقى في حرب عالمية وناس بتموت وانت عمال تهزر وتحب وبتركب الترند، حتى ساعتها كان في ترند. أفلام الروم كوم اللي صدرت وقت الحرب شجعت بشكل لا إرادي عودة أدوار الراجل والست التقليدية. الراجل بيقوم بالأدوار الحربية، الراجل أقوى بدنيا، الست قاعدة في البيت كائن بيتوتي بيحب التريكو والخياطة، حاجة كده شبه الإنسان الأول اللي اتكلمنا عنه في حلقة تاريخ الرومانسية. بس في اتجاه تاني خالص حصل وقت الحرب، وهو إن الستات بدأت تنزل تشتغل في المصانع وأخدت مكان الرجالة عشان تبدأ تمون الناس اللي بتحارب. فبعد الحرب العالمية الثانية بدأ يظهر سب جار جديد من الروم كوم، وهو الكارير وومن. الأفلام اللي مسكت في فكرة إن الست نزلت المصانع تشتغل وقت الحرب العالمية وبدأت تعمل أفلام عن ستات عندها كارير. إيه الست هتاخد أدوارنا في المصانع كرجالة ولا إيه؟ وبيعجب بيها الرجالة وبتتورط بقى في قصة حب محورها الأساسي هو الصراع ما بين الكارير والشغل والجواز والارتباط. تيمور وشفيقة يعني، بس لما الست اشتغلت عندهم لحد ما اشتغلت عندنا عدى يجي 40-50 سنة كده. بعض الأفلام دي كانت بتنتهي بإن البطلة بتراجع نفسها وبتتنازل شوية عن أفكار الفيمينيزم بتاعتها وبتتجه للجواز أو الارتباط، زي فيلم The Lady Says No. ونوع تاني كان بينتهي بالتأقلم مع المفردات الجديدة للذكورة والأنوثة والإيمان بالجندر إيكواليتي، زي فيلم They All Kissed the Bride اللي بيتكلم عن بنت بتدير مصنع أبوها والحب ملوش مكان في حياتها، وفي فرح أختها بتعجب بشخص وبتكتشف مع الوقت إن ده صحفي هي كانت أصلا بتتهرب منه. بيبدأ الصحفي ده يساعدها ويديها نصايح في إدارة المصنع وهي بتطوعه، بس في نفس الوقت بتصارع إحساسها بالإعجاب بيه. يمكن يكون عندها حق، لأن الجزء الأهم من القصة هو المصنع بقى عامل إزاي بعد الجواز، وده الجزء من القصة اللي الستارة قفلت قبله. وفي وقت ما بعد الحرب الرأسمالية كانت فرضت سيطرتها على الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت كان في تحرر كبير من ناحية الجنس في أمريكا، بقى الكلام عنه مباح أكتر وبقى ممارسته مباحة عن قبل كده. وهنا ظهر نوع السكس كوميدي أو الكوميديا الجنسية، وهي نفس حبكات السكرو بول أو الكارير وومن، ولكن البطلة بتكون بنت عذراء تمارس مهنة ما في حياتها العملية، والبطل بيكون شاب صايع لعبي ما عندوش شغلة ولا مشغلة. وحبكة الفيلم بتقوم على الحيل والخداع بين الطرفين عشان الاتنين يقعوا فيه، وهذه الحبكة الجميلة يضاف عليها نظرة الرأسمالية، حيث أن المواعدة أو الديتنج ما بقتش مبنية على رغبة الست في المواعدة، بل بقت معتمدة على قد إيه الراجل ناوي يصرف في الفيرست ديت. كل وسائل التسويق كانت بتدعم هذه النظرة للديتنج، إن المواعدة تكون مثيرة جدا للانتباه العام، تكون فيها أكل فخم ولبس شيك، وكأن الست بقت شيء زي أي حاجة الراجل بيشتريها في الفيرست ديت. النوع ده من الأفلام كان غني جدا بصريا بالسيت ابس المختلفة والمتكلفة، الملابس الغالية والأدوات الاستهلاكية، ودي كانت سمة من سمات الأفلام الملونة مش بس أفلام الروم كوم، زي أفلام ذا 7 Year Itch اللي هي ترجمت عندنا للهرشة السبعة في مسلسل بس هما موضوعين مختلفين تماما، وفيلم بيلو توك. بعد سنة 1970 الروم كوم دخل في شكله الجديد، النيو تراديشنال روم كوم. النوع ده من الروم كوم كان قايم على النوستالجيا والحنين للرومانسية القديمة، زي فيلم سليبلس إن سياتل. الأفلام دي كانت دايما بتميل للحب الأولد فاشند، أيام ما كانت الرومانسية أبسط بكتير. في النوعية دي من الأفلام برضو كتير بنشوف إن البطلة الرئيسية هي بنت، البنت دي غالبا بترفض الاحتمالات اللي قدامها من الرجالة عشان تحظى بحياة اجتماعية ناجحة، سواء مع صحابها أو سواء مع حياتها الأسرية مع عائلتها، وعشان هي برضو مؤمنة إنها عايزة حب أو راجل من نوع رومانسي أكتر مش حاجة تقليدية. النيو تراديشنال كانت بتبيع نفس الاسطمبة بتاعت الأفلام الروم كوم القديمة، اللي هي بنت بتقابل ولد وبيحصل بينهم في النص مشاكل وبعدين بيتغلبوا عليها ويعيشوا في الآخر حياة سعيدة. ولكن الإضافة اللي ضافتها هي إن التجسيد ده كان أكثر واقعية من قبل كده. الكابل في النيو تراديشنال عندهم مشاكل أعمق وأكتر. في سليبلس إن سياتل المشكلة كانت جغرافية أكتر، سام كان عايش في سياتل وأني كانت عايشة في بالتيمور، يعني زي بالتيم كده. كان برضو عندهم مشاكل تانية يتخطوها، زي فكرة إن أني كانت مخطوبة أصلا لشخص تاني. في فيلم هاو تو لوز ا جاي ان 10 دايز العائق كان المشاعر. أندي كانت بتكتب مقالة عن إزاي تخسر راجل، وبن كان بيحاول يكسب رهان إنه يوقع البنت دي في حب. وبما إن الاتنين كانوا بيسعوا لحاجتين عكس بعض،
النتيجه اتولد منها علاقه صعبه جدا وفيها مشاكل كتير. احنا كمشاهدين بشكل عام بنحب نشوف في الافلام الحب والعلاقات الرومانسيه، وبرضه بنحب نشوف المشاكل لان حياتنا اصلا مليانه بالاثنين. الروم كوم في الفترات اللي فاتت زي ما شفنا كان دايما متاثر باللي بيحصل في المجتمع. لما الانهيار الاقتصادي حصل في امريكا كان معظم المشاكل اللي بتظهر مشاكل ماديه واقتصاديه. لما جت الحرب العالميه الثانيه شفنا الخراب والدمار في افلام الروم كوم. حتى بالنسبه للنيو تراديشنال، وبما انها فتره تطور الراسماليه وسيطرتها على امريكا، فالافلام اظهرت بقوه التطور التكنولوجي. في فيلم يوف جوت ميل مثلا، الفيلم اظهر لنا الويب كامز اللي بتتحط على الكمبيوتر او الفويس اوفر اللي بيقرا الايميل. وتحت نفس المدرسه او السب جونر بتاع النيو تراديشنال ظهر سب جونر تاني من الروم كوم اسمه الباتل اوف سكسز، وهو نوعيه معتمده بشكل اساسي على النديه ما بين الجنسين، وغالبا بيكون في بيئه عمل زي فيلم بومرانج او وات ويمن وانت، وفيلم تو كان بلاي ذات جيم، ثينك لايك ا مان، وات مان وانت. في بعض افلام النيو تراديشنال ممكن نلاقي فكره الهروب من المدينه لجزيره او مكان بعيد، او مثلا الهروب للطبيعه، ودي بتبقى الخطوه الاولى في الفيلم لبدايه قصه حب بعيد عن الحياه العمليه والشغل. النوعيه دي من الافلام ضمنيا بتقترح ان انت عشان تلاقي الحب محتاج فلوس كتير عشان تسافر، فهناك بقى تلاقي الحب ان شاء الله. وبرضه ضمنيا بتقترح ان الحب ينشأ بعيد عن ممارسه العمل والحياه اليوميه، زي مثلا فيلم ذا بروبوزل، قصه الحب نشأت في ألاسكا. وفي فيلم فورجيتنج سارة مارشال نشأت قصة الحب في هاواي. وعلى العكس تماما كمية كبيرة جدا من أفلام النيو تراديشنال بتستخدم نيويورك سيتي على إنها المكان الذي ينشأ فيه الحب، زي أفلام مانهاتن، هيتش، لدرجة إن بقى ظهور نيويورك في أي فيلم علامة على وقوع قصة حب قريبا. In a city where everyone's looking for someone. وآخر حاجة اتميزت بيها النيو تراديشنال إنها شالت عنصر الجنس على إنه عنصر أساسي في القصة، وكان تركيزهم الأكبر والأساسي على المشاكل اللي بيمر بيها الكابل عشان يبدأ العلاقة أصلا. ولكن بعض الأفلام مؤخرا تحت نفس الفورمات ده بدأت تدرج الجنس في الفيلم سواء ضمنيا أو صراحة، زي أفلام Friends with Benefits و No Strings Attached. وأفلام زي دي بتناقش إن في ثقافة أمريكا الحديثة إن ممكن الجنس هو يؤدي إلى الحب مش العكس. الذباب. أمريكا قوة عظمى في العالم، بالتالي بتقدر تستحوذ مش بس على أرضك بالقوة العسكرية، بل كمان على فكرك عن طريق الميديا والسينما. مش شرط يكون ده متعمد، ولكن كل ما في الأمر إننا كمشاهدين محتاجين نفهم ثقافتنا والفرق بينها وبين ثقافة غيرنا، وبعدها كل واحد أكيد ليه الحرية في اختيار النموذج اللي يتبعه، بس مش عشان ده شكل الحب في أفلام هوليوود معناها إن مفيش حب غير بالشكل ده. هي دي يا صديق الزبد مسيرة الروم كوم منذ بداية السينما، مسيرة ارتبطت ارتباط وثيق بتطور المجتمع الأمريكي في القرن الماضي. فيا ترى بتحبوا تتفرجوا على افلام الروم كوم؟ وايه رايكم في الافكار اللي بتناقشها الافلام دي؟ وايه رايكم في عدد السبسكرايبرز اللي على القناه؟ قليلين مش كده؟ ما عشان انتوا مش بتعملوا سبسكرايب. قولوا لي في الكومنتس ايه رايكم. وفي حلقه من الحلقات الجايه هنتكلم عن اثر الفرجه او كتر الفرجه على الروم كوم. وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب لو عجبك المحتوى، واعملوا لنا فولو على انستجرام وتيك توك والبيج على الفيسبوك. اشوفكم الحلقه الجايه.